الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأفاضل، بعدما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج بدأ مرحلة أخرى. بدأ الرسول يبحث عن مكان آخر. قلنا ذهب إلى طائف فلم يستفيد شيئا، فبدأ يبحث عن جهة أخرى، عن مكان أخرى، عن أقوام أخرى أو قبائل أخرى كما نقول يكون أفضل، حتى يعينوه وهو يبدأ بينهم دعوة الإسلام. فبدأ يبحث عن أماكن أو أشخاص خارج مكة. ربما نقول لم يبقى لديه أمل في أهل مكة، خلاص 10 سنوات 11 سنة، فبدأ الأبواب ينسد أمامه، فبدأ يبحث عن أقوام آخر. وهنا نقول في كتب السيرة يقول بدأ الرسول يعرض نفسه على القبائل. هكذا كتب السيرة يقول عرض الرسول نفسه على القبائل، أو عرض النبي نفسه على القبائل حتى يقبلوه ويعينوه في تبليغ رسالة الله عز وجل. سنتكلم كيف كان الرسول يعمل والوسائل التي كان يحافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا جماعته هجا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم پشت کج اسراء و معراج زفری شکافره را گو تماشا کر هدی تخیره کد ملت مکه دانا ما جامعه را هدی قبول ناکه دری هاد گرتن هدی سرعینا دا خود دوام تکن. پیغمبر ما دست پیکر گواز هنکی جی هدی تماشا کم جاره که تیبیراوه ما گو چو طائفه و زفری ناد قبول کرن. جاره قدی پیغمبر هنکی جید گرید گو بلکی جیه قدی هبه باجاره کی دی قومه کی دی ملت کی دی او اسلام قبول بکن ادین خود جوان را بیجم. ایجاد کتاب ما حیات پیغمبر بیجن جوید 3 سال هانه را، یعنی سال 11 12 13 بیجن پشت اسراء و معراج را دوی وید وقتا کویدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دو چوب دگل قبیله خبر داده جوان را دگو از پیغمبر خدا ما آلیکاری هم بکن، از دین خودش ملت را بیجم. ملت مکی آلیکاری هم نکه ول من خودی در کبن از وی دینی آنه بیجم. ایجا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فردا چه کارو خباتی دکره می آنهی بیجن ان شاء الله. طبعا هناك ملاحظة مهمة. احيانا بعض الاخوة يقول مثلا في عندنا مناسبات اجتماعية نقول الاحتفال أو حتى لا نقول احتفال أو ذكر أوصاف الرسول أو النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الميلاد كما نقول مولد النبوي أو تذكير برحلة الإسراء والمعراج أو فتح مكة، أمور مناسبات إسلامية. هناك من الإخوة يقول لا داعي إلى هذا، بإمكانك أن تذكر كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تذكر النبي أو تذكر الإسراء والمعراج ليلة الإسراء في التاريخ، أو تتكلم عن النبي حينما ولد ليلة الولادة، أو لماذا تتكلم مثلا حول العام الهجري ما حكمته، لماذا تتكلم حول الهجرة في أول السنة الهجرية، تتكلم في نصفه. ولكن نرى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغل الفرص أو المناسبات الاجتماعية الجاهلية. الناس يأتون إلى مكة ربما من أجل الحج، كان هناك نظام الحج موجود، وهناك من كان يأتي للتجارة، هناك أسواق سوق عكاظ كما هو معروف في مكة، كان معروف المشركون أو العرب يأتون إليه للتجارة للأخذ والشراء، وحتى كان هناك عندهم مناسبات ثقافية كما نقول أشعار الفلاني والشاعر الفلاني. فالرسول كان يستغل مثل هذه الأمور، فعلينا أن نستغل مثل هذه الفرص. أي فرصة وجدته أمامك فحاول أن تبلغ فيه دينك وأن تتكلم عن القيم والمبادئ التي أنت تؤمن به. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل هكذا، كان يتكلم مع القبائل الموجودة في مكة الذين يأتون من أجل الحج ومن أجل مناسبات تجارية، فالرسول يستغل هذا. فعلى العاقل أن يستغل كل فرصة يأتي إليه. دفرت درسك هي پیغمبر چوا چوب خلقه را خبر دا بری داجی لما كده يجي لنا كافر مشرك بيجن قانون هبون، يعني عادات وان هبون. سازون حجه هبو و سازون تجارت هبو. سازون تجارت عرب زانين كي آلی شامه دا چونين كي چون يمن دهات لما كيش بر خاطر حجه لوي كوم دبون تجارت به هوراد كر مال دانين كي شامه مال داني دفروت بون هر اليمني هناك يمن مالك داني دوان بون هر شامه. في تجارت هانيت كرن
پیغمبر شد کرد صلی الله علیه و سلم دوان وقتا دا دو فرصت که خوش کتی دست من فرصت مادام ملت هاتیه توپیه از دین خود جوان انسان هانه را بیجم یعنی جانب سلمان ما ام بجن حیرا ایرو ام بحثا هجرت و معراج بکن یا جی ام شبکی بحثا ولادتا پیغمبر یا جی ام بجن مناسبه که دینی ام بحث بکن تو تماشات کد بی نه پیغمبر ویا نکریه حیرا پیغمبر چه فرصت کردن دستی بکار دانی فرصت هبون يعني عرب دهات جبون تجارته پیغمبر ندگو والله موسم اسلام من الناس خبر نادم فرصت هر فرصته يعني اجا انسان مسلمان کیجا فرصت بکوه که گره بی فرصت آنه بدست بینه يعني بی فرصت نابه اشتاسیخ نبه نا گره روی جمعی هات هجا امام مرا خطبه بخواینه بلکه روژا قدیم ملت کن بو جنازه کی چه بو مریکی چه بو تشتکی چه بو فرصت هر فرصته يعني پیغمبر جبان فرصت بکاردانی امجرد بجه مناسبات اجتماعی او جواتی اویا درسه که لازم همین که عبرت وان تشتا بگرن نه اولا گره جمعه هات پیغمبر چوا خبر داد خبر دی حیرا دعوته کی چه ادبه خبر ده نصیحته کی بکن جنازه کی چه ادبه خبر ده مصیبت کادی چه یعنی فرصتا بکار بینه فرصتا جدستی خو برندن ایجا اف پروبلم ما هي يعني طيب الرسول ماذا كان يعمل انظروا إلى هذا الرسول حينما يذهب إلى القبائل لم يكن يذهب وحده هذا يصغر أو يقلل من مكانة الرسول الرجل مهما يكون عظيما إذا ذهب وحده إلى مكان الناس يقول رجل واحد لا داعي وكذلك لا داعي أن يذهب مع مجموعة كبيرة هكذا يخوف الناس لا قل ليس وحده ولا مجموعة كبيرة إذا كان العدد كبير ربما لا يكون بإمكانك أن تحافظ عليهم جميعا كل واحد يتكلم بكلمة يحصل هناك تشويش أنت لا تدري ماذا تقول الناس لا يفهمون وإذا تكون لوحدك كذلك لا يبقى لديك مكان الاحترام حتى يقول إذا رجل واحد لم يتبعه أحد فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار في الغالب رجلين سنقول من هما لا يهزب وحده ولا مجموعة كبيرة ولكن عدد قليل ولماذا كان يختار هؤلاء الأشخاص سنقول إن شاء الله عدد پیغمبر اویش بیروانه کنتیخن گوی خو اف نوا ما کرده داشتنا مع الاسف ام او قاسان نظام بونش بیا پولیتیکا که گوداری بکنگلو کرده پیغمبر وقتی که چوبان قبیله را خبر دا نبتند شو نه پینجی حب انسان دگل خود بر تبتني هر قيمتها تنينه يك بتني او چه قصاصاتك مازن به يك بتني هات بلا تمام يك بتني هاتي قيمت نينه گراني كيتنه يعني دم قربالخا قالك جيورن في وقت انت نزاني تگوتيه چه پنج حب انسان هاتنه هر يكي كلمه كي دبيجه حساب كون پنج حب چونجيكي هما هر يكي بتني جارك بي السلام عليكم ده پنج حب سلام عليكم پنج حب واخ ده دقيقه وهذا درباس نيف ساعات درباس هر يكي بيجه مرحبا اشترى ابو ساعات تا درباس بتا چه خبر ده نه قربالخا زيدش پیغمبر ندکر لورات قربالخا زيده ده تنظاني تدبير چه ملت نظاني تماشا كيب که پنج حب انسان هاتنه هنكي كنن هنكي دريجن هنكي زنگين هنكي فقير هنكي بري هنكي بيري هر کس کی تشتكي عقل ملت دچه لما قبا کو ده حب سه حب انسان هاتن اوان سه حب انسان هانه اذي كرونشتنا دبي ولا ده حب سه حبن هر يكي كلمه کی خبر ده اسكا 2 دقيقه لقبا پنج حبن هر يكي كلمه کی خبر ده که چند دقيقه زمان دچه پیغمبر علیه الصلاه و السلام نبتند شو نه گروبك مازن بخراد بر اما يرو اف مصيبه ما هي كو ما هرن جيكي يا مي بينجي حب هبر هرن يا يكبتند شنو فقير تشبك جاره فقير بسياره خد جيكي نيف ساعات البارقيت غير حتى بفرق اشخاب دينه ملت ساكنه كا شيخ ما كا امام ما كا خليفه ما خليفه ولا عربك اشخاب بارقيت يعني قالوا ابيات شاشتي كما مازنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دحب انسان ده سيحب بخراد بر امانه بجنوان انسان كيبون كما بخراد بر حكمتي وجهنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ او في الغالب يصطحب 2 يذهب معه رجلان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه شاب وابن عم الرسول ربما يسأل احد من هذا الشاب يقول هذا ابن عمي في الغالب بين الناس اذا كان اخوك ابن عمك قريب لك معك تكون قويا أكثر الناس يقولوا نعم أخوه معه ابن أخيه معه إذا كان ابن أخيه أو أحد الأقارب قريبين منه معه
فهو يزداد مكانة ليس وحده بين قومه. في الغالب إذا حصل هناك مشكلة الأجانب يهربون، يبقى معك ابن أخيك وابنك وأخوك وعمك الذي من نفس الدم، فهو يبقى. علي بن أبي طالب كان مع الرسول يزداد مكانة، الناس يقول ابن عمه معه أو ابن عمه آمن به وهو يتابعه فيزداد مكانة بين الناس. نعم، إذن هناك من أقاربه من آمن به، هذا علي بن أبي طالب. أبا بكر كبير في العمر، أصغر من النبي بسنتين، ولكن أبا بكر كان رجلا خبيرا بالأنساب، نسب من ابن من، القبيلة الفلانية ما مكانتهم، ما وزنهم، ما ثقلهم بين الناس، هل قوم شجاع أو قوم جبان، قوم يحبون المال أو قوم يخافون من الناس. فأبا بكر أولا يذهب أمام الرسول، السلام عليكم، ممن القوم؟ بني فلان. العدد والعدة، عددكم كم وكم أنتم في الحرب أقوياء؟ فحينما يقول نحن القوم فلان، أبا بكر كان يعرف الأنساب، يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما اهتم بهم كثيرا هؤلاء القوم، وإما يقول أدي واجبك ولكن لا تنتظر منهم الكثير، قوم جبناء. هذا الحكمة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ معه هؤلاء الاثنين. ما قول پیغمبر ده حباب خوراد برد دو سه بپرانیجی وقتی که چوبان خبر ده حبون، یک علی کره ابو طالب بو، یک جی ابو بکر صدیق. علی چما پیراد شو دلو کرده بیا فهم بکن بنه علی بسمام پیغمبره کره آپویه. عرفوا عادت انسان دا دمات هری جی کی برایت بسمام تا دگل تبع پشت تا ذهب قوته برایت بسمام تا، يعني جار هي بيسحب انسان ترانا كشاركي جدبه قشترابن بري تدمينه بسمامه تدمينه لورا خوينا وياك هاتنا علي دقال پیغمبر نحاشق پیغمبر دو ترسيا دبو گراني كيش ملاتر ها دقو بسمامي دقال وياها بسمامي عليش جنج بو عمري تشوفو 20 تشتكي جنج اي باش بو زخم بو امجن هبونا علي جنجتي كي بو كيف خشيك بو همش پیغمبر هم ملت دي والله تقول في انسان بتنن او بسمامي ويد قالوا هاتيه دمك اقربايته قال هبن قيمتها الجملات جملات بجا فتنن ابني وفيها يك جوان جنجا بلكي كان حبيدي جي هبن لدمك تشو نبرايته نبسمامته نخالته نمامته بتراتنا تيك بتنه لا خلقي جي هردم البرته دا سري خنادن شكاندم كردي وهاد بجن چه سري خد شكينم اما علي هبونا علي علي معنوي دا گرانی که بوش پیغمبر الهمبر نیاره يعني دقو والله هو بسمامي دقلبي ام حسابي بكن لي علي كر ابو طالب ايجابيا باش فهم بكن عفوا ابو بكر الصديق. ابو بكر انسان كي امجرد بجن تاريخ ناس ياجي ديروك ناس ياجي انسان كي ملت ناس تكر كي جا قبيله كي جا عشيره كي لا كي باوي وان چوانن خوينا وان چوه ظلامتيه وان چوه. ابو بكر انسان كي وها زانابو يعني ابو بكر پر قبيله عربا ناس تكر كي جا عشيرت كي جا باوه او باوه يعني تاريخه وچوه تاريخه ميره تاريخه ترسه ظلام بون نظلام بون بكير بون بكير بون ابو بكر وانا دزانبو. ابو بكر دمكو پیغمبرات شو عليه الصلاه والسلام ابو بكر اولا بري تماشي سيستم بكن يعني چقدر تشتكي خوش ابو بكر بريا پیغمبر شو سلام ده دوام قالوا برايهم خيرات تقول صاحبي دقو مشكينه امش فلان كسنه در حال زانبو كينه دقو جمارة وچوايا ميري وانا تنن جانا اي جارنا نا دقو غيرتا وچوايا ميرانيا وهيتنا هناك دنجا خنات كير وهناك دقو كي ميرا برا خد سعيتي اخو بك يعني برا دنا ما اخو بك كي ميرا يعني او قمير بون دقو ظلامه ماجي انا وميرانيا ماجي هي وساكن وهبون. ابو بكر بلاك زانا ابو كي تاريخ انسان عقله وان فكره وان ظلامتي وان شوابو. ابو بكر پیغمبر تقول يا رسول خدا والله وانا اكبر ميرن هاك ام ذكر وانا اقناع بك والله وانا ميرن ظلاما يعني لورا ميراني پرانه يعني هناك انسان سيچار حبم خاصه بينجي حب انسان ظلام وهنا كان بصادانه شي وكنا ودبجن كيروش كيرغو يعني تقول بخ او درابتشان او قصاد ترسان. ابو بكر ناس كر
ولما پیغمبر گوتی علیه الصلاة والسلام یه شاش فهم نکن، نه حاشا پیغمبر جاهله نزانه، نه خدا پیغمبر بوان انسان داده تمام کنه، وانش وقت چک و رخت و سلاح پیغمبر بون. پیغمبر به علیه الصلاة والسلام خدا من نقاندیه هالبجارتیه و جمراش وان صحابیه هالبجارتیه وان جوان کردی علی کار من لوره هر یکی وظیفه کش پیغمبر رات کرد. اما انا مثلا درس هاتی بخوینن عمر وظیفه کید کرد، علی وظیفه کید کرد، عثمان تشتکی کرد، صحابی کیدی هر یک وظیفه کید کردن، وانا وظیفه پیغمبر سوکت کرد. ایجا مستشار خبیر وانا تبع آلیکاریا پیغمبر کردن. مثلا ابو بکر وهات شو وقتی وانا ناس کرد به زحمت یا رسول خدا ولا وانا اواکینونه، یعنی خدا وی تایبتی وی تشتی خوش لابو ابو بکر پیغمبر ادگو ظلام بانو ام تکارب وانا اقناع بکن وانا میرن، یعنی و پیغمبر جی دیگه وان خبر دا ایجا امی انا بیج مثلا تشتی وان جوابون چه جواب پیغمبر دان چه ندان امی انا ویجی بیجن. وهناك شيء آخر ملفت للنظر. الرسول كلما كان يذهب إلى قبيلة يتكلم يعرض عليهم الإسلام ويطلب منهم أن يعينوه يمشي خلفه الملعون اللعين أبا لهب عمه، وهو يقول أيها الناس هذا مجنون ابن أخي وأنا عمه يكذب، هذا لا تمشوا لا تصدقوه. كلما كان الرسول يعمل هكذا فهو يمشي خلفه، إذا يحاول أن يصلح فهو يفسد. وهذا كان امتحان النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من القبائل يقول خلاص إذا عمه يقول في حقه هكذا فلماذا نحن نسير خلفه؟ فهو كان دائما يحاول أن يفسد، فمات وذهب إلى النار. تشتكي سابالكيشة مصيبة إنسان جا أقرباء إنسان جارناته، أقرباء جارنا قوة جارناش بلا مصيبة. پیغمبر شو قال كي خبر دا دقو قالوا إنسان از پیغمبر خدامه شیطان ابو لهب دود هات آبویه بری باویه. پیغمبر چوا خلاص کرد ابو لهب دگو دروات که ها از مامیم از یقین ناکم اوید عقل خواریه دروات که انسان که خرابه. یعنی اگر اینکه دلوان دا تشتکی هبو ناجی اوی شیطان آنه خراد کرد. ملتش خواد گوی مامی قبول ناکره اسما قبول کن او ده چه تر دناسه عرف عادت هر کس عائله خو باشتر دناسه. يعني ابي يقول دا امي قبول نكر اش ما قبولتكم والحاصل ابي هر في فتناني هر في شيطانيان ذكر ابي جيبو بلا سري پیغمبر عليه الصلاه والسلام ذو چوج كره خبر دا تدي في انسان هانه ده دو دروات که زامي ما قبول نكريه انسان کی ما خراب و نباشه همان امان های وجهه به اون دوینچ. لا حول ولا قوه الا بالله. ولكن القبائل لم يكونوا كلهم في مستوى واحد. من القبائل من لا قيمة له فكانوا يردوا على النبي ردا قبيحا امشي يا مجنون لا علاقة لنا بك. وهناك من يحاول أن يناقش ويستفسر ويفهم. فمن القبائل من كان يعلم لأنهم كذلك هم كانوا خبراء أهل العقل والمعرفة. فمنهم من كان يقول لو استطعت أن أملك هذا الفتى لملكت به العرب. كانوا يعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه ومن ثقته بنفسه بأنه ذو شأن. وهناك من يقول خلاص نحن سنعينك ولكن إذا أنت مت هل سيكون الأمر لنا بعدك؟ كانوا يحاولوا أن يعملوا كما نقول أخذ وعطاء مناقشة سياسية. ماذا ستعطينا إذا نحن قبلناك؟ فكان رسول يقول صلى الله عليه وسلم الأمر لله ليس بيدي. اعلموا هذا ليس بإمكاني أن أقول خلاص بعدما أموت أنت تكون ملكا بعدي. الملك لله والأمر لله. فيقول إذن لا داعي لنا نحن سنعينك ونقتل وبعدما تموت يكون غيرنا أمراء لا نقبل هذا. يقول اذهب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض ويذهب إلى قبيلة أخرى. تشتكي هيك قبيلة أبيك پیغمبر قالوا خبر ده هناك جون براستي بقيمت بون. يعني تدي تبكي إنسان نوكب هناك وان قالك رزيل بون بأخلاق بون. پیغمبر تقول هر تقول مامي تقول تبيش أحمق دين دروات که هر هم شغل مرتتنا يعني هناك وها بأدب هبون وهناك جهبون خدي عاقل بون زانا بون. حتى هناك سه چهار کلمه پیغمبر ده خبر ده فهمت کردن دگو والله ابیا ظلامکی پر مازنه. حتى هناك دگو اگر ابیا بکه دست ما هيا ابیا ببا ما ام به عربه تفك من الناس خو. يعني زانبون عقلك فراستك
و پیغمبر صلی الله علیه و سلم او باوریا کویش خو یقین دکر اویا خود دنیا خرات کر سر مله هنه کاد گو اگر کو اویا ما به عرب تفت کبن من دست ما متکارم به عرب تا بخون یعنی و هنه کی دی چت کرن به پیغمبر بازار تکرن حتى هنه کجوان گو جواره تقول ام ظلامن عشيره ماجي بقوته ام تكارم ترى شرجي بكن و عرب تف بمنات براورن يعني ايوا مازن هبون قبيله مازن فقط تقول بازارك ما بترى هي تقول كرم كن شيء بشتك ما بترى شر كرو ام سركتن و باش تمري تمبكي في مازن دولته هاني ام ببن مازن ان نابن تبي سوزه دي ما ينادي ما بشتك شوي حكم جمره يعني بازارك تدي جانا بارتيان بازار تكن بهبرا دبي امسي حمزه برلمان تا بدون تا و مثلا چند حب کرسی بدون تا ور حاصل وانا بازار پیغمبر کرن پیغمبر گو سوزه و سنادم کسکی حکم خدایه خدای د دستکی خدای زن از نکار می قرار هانه بدم یا نه والله پشت از بمرم تبي مازن از بي سوزه هانه نادم جامعه گو ما قیم پر احمقن امی خشار بکر امی ورن کشتن و داویت این کی دی ورن ببن مازن نه والله به هر مال برید مالات آوا ریا تفکری به یعنی هناكي كان هناكي قيمات تخون كردي وساكنات بين حال ملته ما يعني هناكي هات كشتن هناكي ديش خاطر كيف هانت كن عادتك دنيا وساكن شيء هيك كن هناكي دخون افجي مصيبتك دنيا ام داوي بكلمه هنجي بيجن. واخيرا نكتفي اليوم بهذا القدر. في الاخير شاء الله عز وجل ان يلتقي النبي ببعض افراد من اهل المدينه 5 6 اشخاص من الخزرج سنقول من هم في درس القادم إن شاء الله. التقى النبي بهم فشاء الله عز وجل أن يهيئ للأمة مكانا صغيرا ولكن يكون خاصا بالمسلمين. فالرسول التقى بهم وعرض عليهم الإسلام فآمنوا. مجموعة من الشباب آمنوا في موسم الحج. وسبب الإيمان كانوا في مدينة وفي مدينة كان هناك قبائل يهودية وحينما يحصل بينهم النزاع كان اليهود يقولون لهم قريبا سيأتي النبي وسنؤمن به وسنحاربكم به سنقتلكم. فهؤلاء قالوا إذن النبي الذي كان اليهود يتكلمون عنه هو هذا النبي آمنوا به قبل أن يؤمنوا به قبلكم. فآمنوا به وسنقول لإيمانهم وعملهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرحلة طويلة أخذ 2 3 إلى أن استقر الأمر بالنبي في المدينة المنورة. تشتي داويج أنبياء بيجن پیغمبر صلى الله عليه وسلم حكمت خوده پیغمبر قرية أو قص قبيلة أو قص عشيرت بين 6 حب جنج جي مدينة هاتنه أو جي حتى دبي هاتمو مكة جبونك آليكاريا قريشة بخازن هرن أو بسمامي خشار بكن أمي حفتاتي بيجي بيجن إن شاء الله. حكمت خوده خواست أو راست پیغمبر ورن پیغمبر گو خیره گولا ماتنه برا یاردمش قریشت خوازن جبونم بسمام بخشارت کن یعنی وقت حال می ایرو گو آره تشکی ده ها خیرترش ورا بیجیم از پیغمبر خوده ما اون ایمان ببینن اوانا که گوتن پیغمبر خوده چعبان آوه بو لورا المدینه دا یهودی هبون یهودی اوان عربا شرط کرن یهودی ادگو اندک ما پیغمبر که ها ایرو حاسبته او پیغمبر که هات ام ایمان ببینن و ام دیگه تبعی پیغمبر اجا ام بگشن وان که افرن ام اهل ایمانه کوانا چواوی خبر بهیسن پیغمبر گو اس پیغمبر خادم آگو والله اوه که یهودیت گو اوه وای هاتیه خبر مجدتنه ورن ام ایمان ببینن بریا که یهودی ایمان ببین یهودی ایمان ببین عیشه ما خلقدیه ها والله دوی دا حکمت خدا خواست کوان انسان ایمان پیغمبر بینن و دریک اینوش اسلام را بو او قا پیغمبر گریه او قاس قبیله او قاس عشیره او قاس فرد داوی دا 6 حب انسان که هاتنه بنیت که پاک جبان تشکیدی هاتنه خدا در ایمان ویدا وکر ام ان شاء الله هفتاتی بین زمان ان شاء الله الى ان نلتقي في الجمعه القادم ابقوا في حفظ الله ورعايته ان شاء الله. من اليوم فصاعدا سنتكلم كلمتين او كم دقيقه باللغه التركيه ان شاء الله.